فوزي القشع يزلزل وليد ركراكي بهذا القرار اليوم بعد التعادل ضد مالي. في تطور لافت أعقب تعادل المنتخب المغربي أمام نظيره المالي برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا، يتجه فوزي القشع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى عقد اجتماع مهم مع الناخب الوطني وليد ركراكي يوم السبت في خطوة تحمل أكثر من دلالة في هذا التوقيت الحساس من المنافسة. هذا الاجتماع بحسب مصادر مطلعة يأتي في سياق تقييم شامل لأداء أسود الأطلس خلال المواجهة التي انتهت ب1-1 والتي خلفت كثير من علامات الاستفهام لدى الجماهير والمتابعين، خاصة بسبب الأداء غير المقنع والاختيارات التقنية التي رافقت المباراة. ويرتقب أن يستفسر القجع عن خلفيات بعض القرارات التكتيكية التي اعتبرها محللون سببا مباشرا في ضياع نقطتين كانتا في المتناول وتأجيل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائية. ورغم أجواء الجدل لا يزال المنتخب المغربي متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية قبل الجولة الثالثة الحاسمة، غير أن هذا المعطى لا يخفي حجم الضغط المتزايد في ظل تطلعات جماهيرية كبيرة ترى أن المنتخب مطالب بتقديم أداء أقوى يليق بقيمته وطموحات التتويج باللقب القاري. الأيام قليلة المقبلة ستكون حاسمة ليس فقط على المستوى النتائج بل أيضا في رسم ملامح المرحلة القادمة داخل معسكر الأسود، حيث تبقى الأنظار موجهة لما سيخرج به هذا الاجتماع من رسائل وقرارات.